سعيد النصيري دار مكالمات هاتفية مع المالي، والمالي في الحبس. عندي واحد السؤال خطير جدا ومستفز. كيفاش هذاك المالي الإسكوبار هضر مع سعيد النصيري من الحبس وبتليفون فيكس ماشي بورطابل؟ الناس اللي كيعرفوا الحبس شنو داير فيه لداخل، غالبية تجار المخدرات او اللي داخل على هذا النوع من الجرائم الخطيرة جدا تيكونوا تحت اعين يعني الموظفين بشكل اكبر، انهم كيديروا صفقات من داخل الحبس. وتجار المخدرات من كيدخلوا دائما تيبقاو يسيروا اعمالهم وانشطتهم من داخل السجون، طبعا بطرق احتياليه على الموظفين وبطرق صعيبه، ماشي نقولوا بتواطؤ. واحيانا يقدر يكون التواطؤ ديال شي موظف ولا تشدره طبعا كيتعاقب. انا اللي جاني غريب جدا هو واحد بحال هذا الاسكوبار ما قدرش يوصل له بورطابل وكيهضر مع سعيد النصيري من داخل الحبس. وهذه المكالمه حسب التحريات اللي درتها انا مع الاسر ديال بعض المعتقلين وتواصلت مع بعض الضحايا، اكتشفت بان سعيد ما نفاش هاد المكالمه عند البوليس من سمعوا له، يعني واجهوه بمكالمه دارها من التليفون ديالو سعيد النصيري مع هاد المالي. وهاد المكالمه ضمنت شي حوايج خطيره جدا على حسب هاد المعطيات. وسعيد كيقول له مثلا المالي كيقول له مثلا بيوي خصو يخلصني، كيسال بيوي شي 3 المليار ولا دالو بيوي شي 3 المليار. لدرجه سعيد قال له قتلو. واش قال له غير غلط ولا في لحظه غلط؟ شنو جاوبو هذاك البيوي هذاك المالي؟ شوف هذا السؤال غنطرحو استفزني بزاف. قالوا انا ما كنقتلش، قالوا انا ناخذ حقي بالقانون. هو معتقل على ذمه المخدرات والمخدرات الدوليه ومحكوم 10 سنين ومفتوح له ملف عاوتاني جديد دابا وكيهضر بالقانون. واش كنعرف راسو كيتسجل؟ هذا هو السؤال اللي كنطرح. واش هذاك المالك يعني كيقول له انا غناخذ حقي بالقانون وهو يخالف القانون ويعيش خارج القانون؟ هذا من الاسئله زعما الخطيره اللي استفزتني. ثم كيقول له هذاك من جمله الاشياء تيقول له انا عطيتك شي، تيقول له سعيد تيقول له تعطيني شي 40 مليون ولا تكتب شي وثيقه عندك كتسال. هو تيقول انا كنسال 3 ديال المليار. سؤال اخر مستفز بكل ما تحمله الكلمه معنا في اطار المكالمات دائما. انا كنعرف بان تاجر المخدرات اللي كيدخل لهذا الملف كيوقف عليه الموظف تيسمع له في الفيكس، تيوقف عليه هذا النوع من المعتقلين. ملي كان كيهضر هذا المالي كيهضر مع سعيد النصيري بتليفونه، واش كان الموظف واقف؟ حنا مثلا وعدد من المعتقلين كنكونوا هكا اما معتقل سياسي او معتقل راي او معتقل مصنف خطر او في السجون كنعرفوها، تيوقف عليك الموظف كيسمعكش كتقول. حنا كانوا كيشوفوا الدفتر وكيكتبوا واش كتقول. كيفاش هذا المالي كيهضر في هذه الامور وهذه الانشطه الخطيره جدا وكيهضر مع رئيس ديال الوداد ما وقفش عليه موظف؟ كيفاش؟ نقطه اخرى كنعرفوا بان التهمك دار واحد العمليه في السجون، دخل واحد التليفونات خداهم من شي دوله، واحد لي زاباري. هذوك لي زاباري اللي دخل التهمك ما كيسمحولكش تهضر مع اي فيكس ولا اي نمره. كتجي انت عند اداره السجون كياخذوا لك المعطيات ديالك في السجن وكيحدوا لك واحد لائحه الارقام الهاتفيه اللي ممكن تدوز من غيرها ما يشدلكش التليفون. واش هاد المالي كنعطيهم النمره ديال سعيد النصيري وفقا لهذا النظام الهاتفي، وفقا الا لكانوا في جديده خدام بالنظام القديم، ولكن كنعرف الانظمه دابا الهواتف كامله ولا هذا السيستيم. مثلا كيعطيوك النمره تعيط 8 كيقول لك اختار 8 الارقام، باك خوك اختك عمك زوجتك ولادك. الا ركبتي شي رقم اخر ما تيدوزلكش الرقم. هذا سؤال كنطرحه. عندي سؤال اخر مثير جدا. سعيد النصيري ملي كيصوني عليه الحبس ديال جديده كيعرف الرقم، كيعرفوا المالي وكيعيط له، يعني المالي كيعيط له في هاتف عادي ماشي في الواتساب. كيفاش سعيد النصيري كيقدر يفتح على المالي وهو في الحبس وعارف كتربطهم به هذه الاعمال الاجراميه وفقا لهاد الناس اللي سمعت لهم من شهود ومن ضحايا وحتى
القرار ديال الاحاله. سؤال غريب جدا. سعيد الناصري كيفتح التليفون على واحد موجود في الحبس على المخدرات الدوليه، والسعيد غبي تيفتح التليفون وكيبدا يهضر. هو ما كيهضرش وفق المعطيات اللي استجمعناه، هو كيبقى الاخر كيبقى يهضر. في الغالب هو تيبقى يقول له ما كيعارض، الاخر كيبقى يعاود له انشطه اجراميه درنا وعطينا. سعيد ما تيقولوش اش كتعاود لي، شاد تخربيق الخاوي فين هذا الشيء، لا تيبقى غير ساكت سعيد. والسعيد كان شاك في انه كيتصنتوا له وكيتسجل عليه، ولا كان عارف علاش ما يقطعش عليه ولا قطع عليه التليفون، شنو ممكن يدير المالي. وكيفاش سعيد عارف زعما وكيهضر بديك الطريقه ولا كيفتح بديك الطريقه. نقطه اخرى مثيره جدا جاتني في سعيد الناصري، واش واحد رئيس ديال الوداد، وداد الامه، وهذه لابد ما نقولها لكم المغاربه. في المغرب كل واحد تيعشق فريقه والنادي ديالو، كاين اللي كيبغي بركان، كاين اللي كيبغي جيش الملكي، كاين اللي كيبغي مولوديه وجده، كاين اللي كيبغي حسنيه اكادير. ولكن بالمجمل حنا كمغاربه مقسومين على جوج. واخا تكون كتقول له واش رجاوي ولا ودادي، واش رجاوي انت ولا ودادي، المغاربه هكا. كيفاش فريق بحجم الوداد يوصل يترأسوا هذا الشخص يتهم بهذه التهم الثقيله للتجار الدولي؟ المنخرطين ديال الوداد واش ما عندهمش شي طريقه يعرفوا هذا الشيء؟ هذا راه وداد الامه، سميتو وداد الامه. كيفاش رئيس ديال الوداد الامه يمشي يشري خاتم ديال الزواج للاسكوبار المالي باش باش يتزوج لطيفه رأفت؟ بغيت نفهمها. انت برلماني، انت رئيس الوداد، انت رجل اعمال، انت عندك شخصيه، انت مشى وجاب خواتم ديال الزواج سعيد الناصري على حسب الافادات ديال ماشي عام المصدر سمعناه، يعني من عائلات من الضحايا، وعطاه الخاتم ديال الزواج اللي وكانت لطيفه رأفت وكان معاها الاسكوبار المالي، تلاقاو في الدار البيضاء. كيفاش يلعب هذا الدور؟ زعما انا ما رئيس الوداد يشري الخواتم ديال الزواج لتاجر المخدرات، كيفاش حنايا مخروقين باش يوصل لي ترأس الوداد بحال هكا شرا خاتم ديال الزواج لطيفه رأفت وعطاه واحد 2 المليار تما. شوفوا عرفتي المالي على حساب المعطيات دابا الاوليه. حنا طبعا هذا الشيء كامل كنقول لكم شي يعني الحقيقه احتراما لراسنا، ولكن هذا الشيء استقيناه من عدد من المصادر. في ذاك اللقاء اللي خدا الخاتم ديال الزواج لطيفه رأفت، المالي عطى سعيد الناصري 2 المليار من اصل 5 المليار باش يبيضوها في شي مشاريع. ومن المعطيات بعد المثيره ان سعيد الناصري هذه ما تنساش، على حساب كنقول المعطيات الاوليه ونتمنى يكون هذا الشيء غير كذوب. قال له غنشري لك شي شركه، ديك الشركه كدير على 600 مليون. قال له مليار و600، يعني غيدير المالي مليار، الشركه كدير 600 مليون وهو ما عرفاش المال. هذه ضربة العمر. من جملة الأشياء الأخرى المثيرة هو أنه شي مرة كانوا في جديدة وعطاه 110 المليون، المالي عطاها باش يأمن مرور شي مخدرات. سعيد الناصري خداها من عند المالي 110. وفين مشى هو خسرها سعيد؟ ملي سولوا على ديك قال له ما درتش ديك. قال له فاش خسرتي؟ قال له مشى المزاقان خسرها. قال له خسرتها في القمار 110 المليون في القمار. وشي مرة كيمشي كيدوز عند المالي عند لطيفه رأفت في الدار ديالها سعيد وعطاه 50 مليون كيمشي يقمر بها. من بعدها بسيمانه بالضبط كيعطيه عاوتاني 50 مليون اخرى، مشى عاوتاني كيقمر بها. وعلى ذكر لطيفه رأفت، سعيد على حساب المعطيات انا كنقول هذه ماشي روايه سعيد، ولكن هذه روايه عدد من المصادر وروايه المالي وروايه حتى يعني روايه حتى من مصادر قضائيه، كتقول هادشي. كتقول بان سعيد جاء عند لطيفه رأفت وتلاقى المالي تما وتلاقى بيوي. سعيد نكر قال لهم انا ما عارفش هاد الدار ديال لطيفه رأفت والمالي، عمري دخلت لها ولم اراها. قالوا له الله يهديك. جابوا له واحد السيده اللي تسخرت ذاك النهار، خادمه ديال لطيفه رأفت في دارها، تعرفت عليه قالت لهم هو هذا كان في الدار، انا شافت شي خناشي د فلوس خرجوا في ذاك النهار. وديك اللحظه ما عرفناش لطيفه رأفت فين كانت، في دارها، ولكن بانت غير خادمه.
واش ما كانش داك النهار ولا الله اعلم. وما كاينش حتى لطيفه رأفت. بغيت نعرف هذه الفكره واش عندها شي شهاده في ميل في انها شافت سعيد ناصري في دارها ولا كيعرف دارها. المهم هو نكر سعيد، قال لهم انا الدار ما، فواجهوه بالشاب. ديك السيده اللي تسخرت قالت لهم هو هذا، جابوا لها صورته. واجهوه كذلك ب داك اللاقط ديال الهواتف، حيت واخا ما يكونش المكالمات كيقدر يلوكاليزيك داك اللاقط، داك الريزو تيقول لك اييه هذا السيد كان في هذه البلاصه، هذا التليفون هذا النهار كان. وهو وجاي وكيدير المكالمات مع المالي. مره كيتقطع، دار مكالمات من الدار البيضاء، وصل تماره دار مكالمات، من خرج دار مكالمات، ولكن سعيد نكر قال لهم انا ما مشيت. فواجهوه بهذه المعطيات وهذه الحقائق. سعيد الناصري كذلك وجه بعدد من الاشياء الاخرى اللي نكر، بحال مثلا سعيد تيقول لهم انا ما عنديش علاقه بواحد الطانوبيلات 5، كانوا 5 طانوبيلات ولا سيارات ولا شاحنات جايين من الصين ما مديوانينش في وسط المغرب. وهذه وحده من الحوايج اللي غطيح هذه الشبكه، هو ان داك المالي مدخل دوك الشاحنات في اطار شركته. وشي مره بيوي غياخذ شاحنه وغيقول له هذه غنهرس بها غير الحجر في ديك الاشغال العموميه، تيخدم بها الكريانات. قال له ما غاديش نقلها. المشكل ان هذاك المالي منين كان في الحبس في موريتانيا، واحده من ديك الشاحنات غتهز الحشيش 40 طن ديال المخدرات غادا تشد في 2015 من ضمنهم هذيك الشاحنه. هذا هو اللي خلق المشكل. فديك الشاحنه لقاوها في سميت، يعني بقاو يقلبوا من هاد الشاحنه. هاد الشاحنه ما مديوناش منين جات منين كذا، ولكن ديك الشاحنه غتبان بانها ديال داك السيد المالي اللي مشدود في موريتانيا. هذه من الاشياء كما طيحتهم ديك 40 طن. واحد النقطه اخرى هو ان الحاجز التفتيش تبدل، ربما هما كانوا فاهمين مع شي حاجز اخر. داك 40 طن غادي يتبدل الحاجز الامني، تما غتحصل 40 طن. سعيد الناصري وبيوي غيهضروا مع المالي وهو في حبس موريتانيا بالواتساب ديال سعيد. كيقولوا له هذيك 40 طن راه تشدت. المالي من داخل الحبس موريتانيا غيعيط للتركي، واحد التركي هو اللي عنده الباخره اللي كتسنى دوك الشاحنات ديال 40 طن باش يديو الحشيش. التركي غيخوي المياه البلاصه فين كان كيساين في البحر، غيهرب لانه قال له صافي، قال له خوي بحالاتك من تما. هاد واحد الخمسه السيارات ديال سعيد واحد المره داهم لواحد كيتسمى المركب، على حساب ما كتعاود المصادر، مركب بن جلون. ومن بعد دوك السيارات تختفيو ما يبقاوش ب5. جابوا سعيد سولوهم عليهم، انا ما كنعرف سيارات، ما عندي سيارات، عمري حطيت سيارات، ما سيارات. كينكر. شنو جابوا له الشهود وعساسه من جملتهم السهر ديالو، اعترفوا بانه كان تما طانوبيلات وكانوا تما 5 وكذا. كاع الشهود اكدوا بانهم كانوا 5 ديال الطانوبيلات تما. واحد النهار سعيد عيط لهم قال لهم الطانوبيلات ما يبقاوش، جاب ميكانيكات خواو الى وجهه مجهوله فين مشاو الله اعلم، واش تباعوا واش تحولوا الى لافيراي ولا بياس ولا الله اعلم. ولكن في الاخير تمت مواجهه سعيد الناصري بهاد السيارات هذه. من جمله الاشياء كذلك المثيره جدا واللي استقيناها من عدد من المصادر وكنأكد على هذه الفكره، وماشي كنقولها بصدق، حنا الصحفيين كنقلبوا على المعلومه، الراي العام خصو المعلومات، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش اننا كنمسوا بقرينه البراءه سعيد ولا ديال اي واحد، واخا يكون داير واخا، ولكن مع ذلك هذا هو القانون. حنا كنرصدوا معطيات، وملي كنعاود هذا الشيء ماشي كنقول راه سعيد داير، غير كنقولوا للناس طريتو كاينه معطيات، نتسناو القضاء يقول كلمه، ولكن ما خصناش نشروا غير الروايه الاخرى راه ما كاين والو ما كاين، لا كاين معطيات وكاين معطيات. انا كنعاود لكم هذه المعطيات كصحفي توصلت لها عن طريق مصادري القضائيه، عن طريق الضحايا، عن طريق العائلات، عن طريق وهذه غير حيت راسي ضرني. لاحظتوا ماشي حتى في الاستوديو كنصور، والله العظيم الليل كامل وانا كنفكر في هذه المعطيات صحيحه مش صحيحه، ولكن عندي اسئله هي اللي بديت فيها وغادي نختم بها، اسئله كتضرني في راسي بخصوص الفيلا. واحد الفيلا معطيات يعني، وكاين حوايج قالتهم الصحافه وحنا نشرناها بخصوص الصحافه على هذه المعطيات. هذيك الفيلا حنا سمعنا روايات، وانا براسي هضرت على واحد المعطى نسيبو عنده وماشي بسميتو، ولكن كاينه معطيات اخرى بغيت نقولها لكم. ان هذيك الفيلا شاريها البعيوي شحال هذه لواحد مرته،
وهذيك مرته من بعد خداها لها ما كيهمناش، عطلع عتولي في سميت نسيبو اخر. هذاك المالي عطى 3 المليار، عطى 3 المليار البيو باش ياخذ ديك الفيلا. غير هما ربما كانت بيناتهم الثقه ما تكاتبوش، عطى اسكن فيها وجاب حوايجو وجالس فيها ب3 المليار. مزيان. هذاك المالي غيتشد في موريتانيا، سعيد غيدخل الفيلا. دابا غنجيب لكم الروايه الاخرى اللي جديده اللي انا توصلت لها في هاد اليومين. سعيد كيقول حتى في التصريحات ديالو ولا الناس ولا لصحابو ولا كذا، تيقول لهم انا دخلت لهاد الشيء الفيلا في 2019 خديتها وشريتها من عند نسيب بيوي وكذا. ولكن كاينه معطيات اللي تيعاودوا هاد الضحايا وهاد الشهود وهاد المصادر القضائيه مثيره، نقولها لكم بدون ندير لها تقييم. انه هذاك السيد اللي تيقول له كيقولوا له واخا المعطيه، هو تيقول لك انا شريتها عطيت واحد 650 مليون اسبيس نسيب بيوي باش خديت الفيلا، والباقي عطيتو شيكات، كل شيك فيه 200 مليون، 5 هو مليار. مزيان. عطيتي وكيفاش عطيتي هذا الشيء؟ كيفاش دوزتيها؟ لقاو الشيكات يعني ما عندهمش تاريخ، وهذاك السيد ما صرفش دوك الشيكات. مزيان. ثم نقطه اخرى كانت مثيره، هو ان نسيب ديال بيوي تيقول خديت 4 الشيكات وباقي شيك، وسعيد لا تيقول عطيت 5. وقع تناقض في الهضره بيناتهم. الى جانب معطى اخر مثير جدا جدا جدا، وان هذيك الفيلا سعيد تيقول دخلتها في 2019، هو دخلها في 2017. 2017 فين كان المالي؟ كان في موريتانيا، كان في الحبس. من جمله الاشياء اللي كانت ضد سعيد هو انه ملي عطى الفواتير كاينه شي فاتوره فيها ديال الضوء ولا شنو 2018. ثم كاينه معطى اخر من غير هذه الفاتوره ديال 2018، هو شي كلام ربما قالوا لشي واحد ولا في شي تصريح ولا مع شي واحد كيعترف. نقطه اخرى اللي كانت صادمه جدا ومثيره وكاع الالسن زعما المقربه من الملف عارفاها، هو عندما وجه سعيد بالشركه ديالو، دار واحد الشركه اسسها، ديك الشركه المقر ديالها الاجتماعي هو الفيلا، ولكن ملي كترجع للتاريخ كتلقى فيه نوفمبر 2017. هنا يعني كان المعطى، هنا كان التطور الغريب والعجيب. كيفاش هذا؟ الى جانب نقطه اخرى هو كيفاش خدا السوارج، لان المعطيات الجديده او اللي عندنا حنا في هذا اليومين اللي جمعنا هو ان المالي خلى واحد اللبناني هو اللي مقابل الفيلا. سعيد كيقول انه خداها من عند السهر ماشي من عند هذا اللبناني. من بعد غيبان واحد الشخص في مسرح الاحداث هو اللي غيكون الشاهد ضد سعيد في هذا المعطى. شي يقول هذا الشاهد؟ تيقول لك انا هو كيصاوب شي شركه عنده ما عرفت شنو سميتها، اعتقد بيبان كوم ولا شنو هي، كيصاوب بلاكارات ولا كيصاوب، فهو اللي صاوب سعيد الفيلا شي بلاكارات صاوب له. اش كيقول هذاك الشاهد؟ تيقول لك انا مشيت انا وسعيد واحد النهار ولقينا واحد السيد اللي هو ذاك اللبناني صحيح، وشفتهم كيهضروا بيناتهم ولكن ما فهمت والو. من بعد كيخرجوا وياه وكيهضروا غير وياه بيناتهم، ولكن واحد النهار غيحضر هو قال لك انا شفتو عطاه 100 مليون وغيعطيه شي شقه عنده سعيد ناصري في المحمديه مقابل يخوي الفيلا، وسعيد دخل الفيلا. هذاك السيد كيقول لك اياه الشاهد اللي جا تيقول لك انا مشيت وشفت سعيد عطى 100 مليون، وانا اللي هزيت الحوايج ديال داك اللبناني اللي عساس على الفيلا، وانت ودينا الحويجات الدويره ديال المحمديه اللي فيها الدار ديال سعيد كيواجه هذه المعطيات على حساب المصادر واللي كلها يعني كتقول نفس الهضره. قال لهم انا هذاك اللبناني صاحب هذاك السيد اللي شاد فيا، هما اصحاب وراهم اتفقوا على هذه الروايه، وراهم كانوا كاملين تيقصروا وكاملين كيديروا تما في ديك الدار وكذا وكذا، وغير تواطؤ بيناتهم وراه كيخدم معاه وراه كيعرفوه وكذا. معطى اخر كذلك اللي مهم جدا 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 واللي عدد من المصادر هو بخصوص لي كونت، الفلوس اللي كانت كتسالى بحال دابا على حساب المعطيات الاوليه اللي عندنا، ونتمناو هذا الشيء كامل حنا نشوفوا حنا نتبعوا القضيه. بحال دابا سعيد دخلاتو مثلا في 28 يوم شي 1.5 مليار في الكونت.
مليار ونصف. تصور انسان يدخل مليار ونصف في 28 يوم دخلت الكون. مثلا من الاشياء الاخرى المثيره، صعد المليار في واحد الكونت ما بين واحد المده وجيزه. كاين كونت اخر في احد المقربين ديالو، مقرب منه بزاف، ما بغيتش نذكر يعني نشير له، هو فلوس ديال سعيد كيحطها عنده، ولكن داك المقرب ديال الوكاله سعيد يتصرف في الكونت، وفيه كتدخل فلوس ثاني، داخله الفلوس خارجه، داخله خارجه. وكاين واحد الفلوس سعيد ما واحد 3 المليار كيقولوا له الناس كيسولوه كذا منين جاتك هاد، تيقول هذه مساهمات ديال الانصار ومحبي الوداد حطوا هاد الفلوس. ولا حطوا انصار الوداد هاد الفلوس، علاش حاطها في كونت شخصي ولا كونت ديال المقرب منك؟ تكون في كونت الوداد. واخا شكون هما هاد الناس اللي حطوا هاد الفلوس؟ بغينا نشوفوهم نجيبوهم. جاب مثلا شي ناس ولا كذا تيقول لك انا ما يعطيوك هاد الفلوس. كيفاش عطاوها لك؟ خاص تدوز عن طريق شيكات من فلوسهم، وهما الا عطاو 400 مليون ولا كذا خص يبينها في معاملته، في ارباحه وفي شركته، خصها تبان في المعامله المحاسباتيه. فهادشي كامل ما قدرش يعني تموا الاثبات ديالو. اضيف الى ذلك انه داروا شي اشهادات جابهم سعيد لفائدته، ولكن ديك الاشهادات جات ما بعد البحث ماشي قبل، جاو ما بعد البحث. وعديد من المعطيات الاخرى. كاينه واحد، انا مازال غادي نشارككم بعض المعطيات، واحد 80 طن بعد، راه ماشي غير 40 طن، لا اللي خطير 80 طن، وشنو مصيرها وشنو وقع فيها. وكاين عدد من العمليات اللي داروا في البحر، وشي حي عليه الحرس الاسباني، شي حبطاتو السلطات المغربيه، شي ماشي مشكل. عندي واحد السؤال زعما غريب الاطوار. هاد الناس هاد بعيوي وهاد سعيد الناصيري، كنطرح سؤال وفقا للروايه الاوليه اللي كاين دابا اللي خارجه، هاد المعطيات اللي قالوا لنا الناس، وهاد المتابعه، وهاد الشيء اللي دار قاضي التحقيق، وهاد الشيء اللي كتكتب الصحافه الدوليه انا كنطرح سؤال: كيفاش ناس كيديروا هاد الشيء كامل الا كان صحيح؟ واش الدوله واش في راسهم ان الدوله ما كاينش؟ واش ما ضربنش حسابهم؟ واش كان عندهم شي اطمئنان؟ حنا كنخافوا عام رجلينا كنخافوا حنا. تصور تكون عندك مكانه كتشد المشاريع في المغرب والفلوس داخله خارجه، بحال التبن. عرفتي راه بنا المغرب بعوي، بنا المغرب، بنا قنطرات، زيد عليهم عاوتاني هذا الشيء ديال لوطوروت، زيد عليهم بزاف ديال المعطيات يعني، ولا باس عليه، ماشي شي انسان اللي هو عادي ولا يعني، بالانسان باني المغرب، وعنده وضع سياسي، رئيس جهه، وعنده وضع اجتماعي، عنده وليدات، وهو عرفتوا هاد بيوي شنو كان؟ رئيس جهه، رئيس مع شنو اللجنه البرلمانيه ديال الصداقه مع شنو المغربيه اليابانيه، رئيس شي حاجه مع شنو المنظمه الافريقيه ولا مع شنو كتسمى شي حاجه مع افريقيا، رئيس شي لجنه البنيات ولا شنو هي في البرلمان، شحال ديال المنظمه، شحال كيرأس المنظمه. كيفاش الانسان يقدر يغامر بهذا الشيء؟ واش ممكن البحث مع هادو يقود لشي شخصيات اخرى؟ كتعقلوا على الناطق الرسمي اسم القصر الملكي سابقا، حسن أوريد. هذا كان والي، قال لك كاينه شي جماعه ديال تجار المخدرات اخترقوا الدوله وقربوا من مواقع القرار، كانوا تجار مخدرات. قال لك ولات بنيه موازيه اسمها مافيا. هذا التصريح ملي قالوا حسن أوريد فوكاش في 2018 واقيلا ولا 17. انا كنتسائل واش كانت عندهم معطيات بخصوص هذا الناصري وهذا بيب، واش كان كينقوا عليهم ولا كان كيقصد جهات اخرى؟ نقطه اخرى، السلطات كيفاش تعاملت مع التصريح ديال أوريد؟ واش عيطت له؟ لان هذا التصريح ماشي ساهل. قالوا حسن أوريد موقعه كوالي سابق، والي ناطق رسمي يعني رجل، وقال هذا التصريح هذا المخيف بكل ما تحمل الكلمه معنى. انا بغيت نسول هذا السؤال المستفز، ولا اريد به سوى خيرا. احنا كنا كنعرفوا الدوله ماشي سهله، وهذا اعتراف. الدوله عندها يقظه امنيه عاليه المستوى ورفيعه المستوى، هادشي كتقولوا الصحافه المغربيه، كيقولوا المسؤولين وكنقولوه كاملين وباعتراف، وكاين شهادات دوليه. انا عندي سؤال: كيفاش واحد الانسان كيلعب حدا الدوله وما كيخافش من الدوله وهو عارف الدوله واعره؟ كيفاش كيزعم؟ راه ما كتهضرش على هادشي. شنو هي 40 طن 3 الكاميونات خارجه؟ شنو هي 80 طن؟
هو غجوان مصيبه دوزو، وماشي مشكل هو موقعك، انت رئيس جهه، انت رئيس وداد، كيفاش كتغامر دير هادشي؟ كيما كنطرح السؤال، كيفاش تقدر تغامر وتهضر بالواتساب، تهضر بالتليفون مع المالي، هو مشدود في موريتانيا ولا هو هنا ولا هو في الحبس الجديده؟ هاد واش هي زعامه؟ واش هي ثقه بالنفس؟ واش هي سذاجه وغباء؟ او لا الناس مطمئنين كنعرفوا ما يقيسوا والو؟ زعما ما فهمتش انا هاد. حنا كنخافوا من خيالنا، حنا المغاربه من خيالنا كنخافوا. هذه الاطنان د الحشيش يعني تغبر فيها وحياتك عرفتي ما يوقع لك. غريب هادشي. وكيما طرحت واحد السؤال مره اخرى باقي كنطرحو، كيفاش وزير عدل كيعرف التقاشر وكيعرف عنده معطيات ديالو كيعرف التقاشر؟ وزير عدل السلطه والامن والمحاكم على المؤسسات كلها تشتغل معايا. واش ما كيعرفش على ان هادشي كيلعبوه هاد الناس الناصيري وبيوي؟ واش عارف هادشي ولا ما عارفوش؟ عندي سؤال اخر مؤلم واقولها بغيره على البلاد ديالي. كيفاش هاد الحزب هذا كيتلقى هاد الصفعه وهاد الفضيحه وباقي كيشارك في الحكومه كيدبر مشاكل المغاربه؟ واش هاد السؤال سهل؟ كيفاش حزب جوج قيادات ديالو كبار؟ دابا واحد القضيه على بعيوي، دابا متى تنتهي فلوسه؟ فلوس الاشغال وفلوس المخدرات. دابا بعيوي تعامل مع السلطات، تعامل مع وزارات، تعامل مع دابا كيكون كيخلص واش كيعطي فلوس حشيش ولا فلوس؟ كي غنديروا في هذا الشيء؟ دابا فلوس ديال بيوي المخدرات وفق هذه المعطيات الاوليه، انا باقي كنحترم له بقناه البراءه. انا غير كنقول خصنا كاملين نحطوا واحد بحال دابا الحكومه تستقل درءا، لا الحكومه تحل، لان هذا الشيء اللي وقع كيطرح اكثر من سؤال على ظروف ديال اللي مرت بها انتخابات 8 شتنبر. 8 شتنبر واحد في الصحراء انتحر بالفقيه وجاب اصوات وكان متابع من القضاء ومن فقت السخط وجاب واحد شحال الاصوات. هذا من الشرق شحال جاب الاصوات، وهذا الناصيري. اذا كانت المخدرات في انتخابات ديال 8 شتنبر. واش الانتخابات اللي فيها المخدرات بعضها واش عندها شرعيه، عندها مشروعيه، عندها؟ علاش هذه الحكومه تابعها البلا؟ هذه الحكومه من نهار جات ما عمر شي حكومه في تاريخ المغرب ولاد المغاربه الفقراء ما قراوش شهرين من نهار خدينا الاستقلال، اول مره في تاريخ المغرب. هذه الحكومه تابعها البلا. مني جات الله يحفظ زاد الجفاف، زاد يا ربي استغفر الله، جا الزلزال يا ربي استغفر الله، ما كنقولوش هذا الشيء، ولكن هذه الحكومه متابعه والزقا والشوارع والاحتجاجات والمشاكل. ايوا المخدرات جزء من هذه العمليه الانتخابيه تصرفت فيها فلوس الحشيش، فلوس المخدرات، فلوس كنطرح السؤال وكنختم، كيفاش حنا كنبقاو خايفين عام من جنوح تينا وهادو ناس كيحركوا شاحنات محمله وكيحركوا عربات، وملي كيحركوا الشاحنات وتيحركوا العربات فيها الاطنان ديال المخدرات، واش ما كايناش براجات في الطريق؟ كاينه براجات. كيفاش هاد الناس كيقدوا يستعملوا رجال السلطه الصاهرين على تطبيق القانون؟ ما كيستعملوش كل شيء طبعا، بعضهم، ولكن من حقي نطرح سؤال على السلطات المعنيه. واش ماشي خصنا نعرفوا علاش هاد الناس كيقدوا يشريو هاد البوليس ولا هاد الجندان في الطريق؟ راه هاد الناس هاد المالي راه من 2014 غتزوج لطيفه رفات. واحد المعطى مهم على حساب اللي كتعاود المصادر، انا بغيت غير نسول واش لطيفه رفات كانت مع المالي من قنعوا البيوي يبيع لهم؟ هذه روايه اللي كان حسبت من المصادر باش بيوي يبيع لهم ديك الفيلا ديال 3 المليار. اتساءل هذيك الفيلا وكاين روايات واش لطيفه رأفت كانت باغيه تطلع للدار البيضاء ولا لا؟ يعني كيقول على حسب الروايات والمصادر المقربه من المالي انها يعني حضرت في اللقاء اللي بغات تمشي للدار البيضاء، اولا هو المالي بغى يديها للدار البيضاء. فكيفاش اخوتي المغاربه، كيفاش ان ناس كيزعموا يخرجوا الكاميونات وكياخذوا وكيستعملوا بعض رجال السلطه؟ واش ما كاينش مسؤوليه هنا ديال السلطات اللي تابعه لهذوك الموظفين؟ اجورهم واش كافيه اللي كياخذوا؟ تكوينهم الحقوقي، تكوينهم القانوني، تكوينهم الاخلاقي. طبعا ما يمكنلكش تستعمل كلشي، كاين بوليس
وهم بالالاف اللي قانعين وحامدين وكاين جندار بالالاف. هذه قاعده ما يمكنش نقولوها، ولكن كاين البعض، هذاك البعض واش خدمنا عليه، واش اثرناه، واش بحثنا، واش ما كاينش واحد النوع من التهاون في تكوين الموظفين، في تحسيسهم بخطوره هذا الشيء، واش كاين شي تكوين على مستوى نحسنوا موظفين باش ما يطيحوش، على مستوى الاجر نزيدوهم، المواكبه النفسيه، المواكبه، تدقيق المتابعات. حيت في الاخر ملي كطيح بحال هذه الفضيحه راه ماشي راه وطن كلا العصا. عرفتي شحال كلا المغرب العصا؟ هادو ناس مسؤولين سياسيين كبار، كيبان كيفاش اخترقوا، كيفاش دازوا مسؤوليه الاحزاب السياسيه اللي كتزكي هادو. ها حنا كنرجعوا للمسؤوليه. هاش ديك المره كيقول سي وهبي قال لك انا ماشي مشكل، انا انجح ليا وكاع ما تكون ولد الحزب. انا فهمت ان اذا كان هناك شخص تريده القاعده ويريده الشعب ويمكن ان يرشح، الحزب ليس مكانا مغلقا محتكرا على فقط اعضاء الحزب. يمكن ان نرشح اشخاص من خارج الحزب ولكن عندهم شعبيه. نحن منفتحين. الشيء ملي كتفتح الباب ها هو كيدخلك من مسؤوليه الاحزاب، مسؤوليه السلطات، مسؤوليه ديال المجتمع المدني اللي كيخلي هاد الملفات وكيمشي يقلب على واحد السيد ما عنده عشا ليله تبع حقوقي وتبع صحفي وكتب على صحفي وكتب على حقوقي. لو كنا كسلطات، كمجتمع مدني، كاحزاب يقيدين، هادو هما اللي خصنا نواجهوا هاد النوع من الحوايج. دابا شكون اللي شوه صوره المغرب؟ تشويه. عقلت واحد الوقت ملي كنا كنهضروا كان كيقول لك لا عا كتشوهوا الفتنه. اذا كلامنا كان صحيح. ملي كنا كنهضروا كيحاصرونا يوميا، كيسبونا وكيسبوا الناس اللي كيديروا. علاش؟ باش ما نهضروش على هادو. يلاه دابا شنو تقولوا في هادشي؟ عقلتوا ملي كانوا كيهاجمونا وكنا كنجيبوا لهم خطب ملكيه، تنقول لهم راه الملك براسو ما تيثقش في الطبقه السياسيه، راه الملك قال اين راه الملك كنبقى باش نقنع عباد الله خليني ندير خدمتي كصحفي. قال لا، تشويش، تبخيس، الفتنه، تحريض، ها كتقدم على الصور الخايبه، ها هي صوره ما جبتهاش انا. ولكن شكون اللي كيخلي؟ حتى حنا كمجتمع مدني، كصحافه، كصفحات ما كنقولش كلش البعض، اما كنمشيو في اتجاه متطرف ونقابلوا على الاشخاص والخوى الخاوي، اما كلشي زوين. ما قدرناش نديروا واحد الممارسه، ما كنقولش كلش، كنقول البعض، تكون مسؤوله كتراعي البلاد، توبيد البلاد، وكتمشي دقه بما كاين. وعلى اي اخوتي المغاربه، الى حياني الله وبقيت حي، هذا الملف فيه معطيات مثيره، واكبوه معنا في هاد السيمانه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا دابا بغيت ندير هاد لان راسي ضرني على هاد المعطيات ملي سمعتها، ومصادر كنقول متعدده، راه فيها العائلات، الضحايا، مصادر القضاء، راه ماشي حاجه وخرجت الهضره، وما تنقولش هذه حقيقه ابدا. وخا نقراها في قرار الاحاله لقضيه التحقيق، وخا نقراها عند البوليس، وخا يقولوا لي اللي قال، ماشي كنكذب لا، حيت صحافي باقي القضاء يقول كلمته، باقي عندهم قناه البراءه. انا فقط بغيت نوضح حد البعض عاوتاني الناس اللي كيروجوا غير روايه، لا كاين هاد الروايه وكاين هادي، وخليو القضاء يدير خدمته. ماشي حنا كاين لا سعيد الناصري انا ما نبغي تقول عليه دابا، لا خلي، ماشي الناس خارج كيقولوا شي كلام عاوتاني. كاين اللي كيضل العباد الله، كاين اللي قريب لسعيد الناصري، كاين اللي قريب سعيد بيوي، راه داير ما عرفتش شنو سميتها ديك الجمعيه ديالو بسمه الخير، ما يمكنش انسان كيدير الخير، ما عندها علاقه. انا ما نهضرش على سعيد وما غنهضرش على بيوي. باش نقول واحد المعلومه، في تاريخ ماشي المغرب، في البشريه دائما تجار المخدرات واللي كيلعبوا تيكونوا اكثر ناس كرماء وعطف على المساكن. علاش؟ اولا الفلوس عندهم موجوده، داك الشيء 4 ريال. ثانيا كاين اللي كيديروا هادي باش كيكسبوا التعاطف ديال الناس، باش كيغطيو على انشطتهم، باش كيكونوا كتله ديالهم وانصار، وبزاف ديال الحوايج. وكاين عاوتاني التقرب من الا كان الانسان متدين تيعتبر بحال كيكفر على الذنوب عند الله. ماشي محدد انك كتعطي الاعمال الخيريه انك راك ما ديرش. كاين انا شفت بعض الكتابات في هذا المستوى، الله اعلم، ماشي محدد هذه قرينا. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.